فيش أروع ولا أجمل من السمك على السفرة. يلا نعمل أطيب وأروع صيادية سمك بتجنن، ولا أسرع ولا أطيب من كده. يلا نشوف كيف خطواتها على السريع. الرز، شوفوا لي الرز كيف مفلفل وبيجنن وخطير. يلا ندوق السمك قديش كريسبي. شوفوا الصوت، شوفوا السمك قديش كريسبي وبيجنن. يلا ندوق سوا. بيجنن. اي نوع سمك انتو بتحبوه انه يكون يعني مخلي من الشوك كده فيليه زي ما ظهر قدامكم، او قطع كبيرة زي ما انتو حابين. هنا عنا انا السمك كتير منظف ومغسول كتير كويس. شو راح يتم الخطوات؟ راح نضيف عليه عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، حبة ليمونة كده كبيرة. وعنا هنا التبهير اوريدي العادي، ملح وكمون باودر وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنا هنا كمان الصوص الخاص لتتبيلة السمك او اللي بناكله مع السمك، السويت تشيلي صوص، قديش بيجنن ومعروف مع السمك. راح اضيف الصوص زي ما ظاهر قدامكم كده، واقلب كل مكوناتنا اللذيذة كتير كويس. بنقلب قطع السمك كتير كويس بالصوص ونغلفها بالصوص اللذيذ اللي بجنن. بعد ما تبلنا قطع السمك رح اسيبهم بالتتبيلة لحد لما نعمل رز الصيادية سوا مع بعض. بيكون كده تغللت التبهير والكل فليفري اللي جواتها بأنسجة السمك. معلقة كبيرة من السمن الفلاحي ومعلقة كبيرة من الزيت. رح ادوب كده السمنة مع الزيت كتير كويس، وانزل عليهم ببصلة مفرومة ناعم، بصلة كبيرة مفرومة ناعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بقلب البصل كتير كويس مع المادة الدهنية اللي احنا ضفناها. وبعد كده بأضيف حبة من الليمون المجفف وعود من القرفة، وراح اقلبهم كتير كويس لغاية مع البصلة لحد لما البصلة كده يصير لونها على بني. البصلة بعد ما صار لونها بني زي ما واضح قدامكم كده، حاليا بنضيف الرز. عنا هنا كوب من الرز المغسول كتير كويس ومصفى، بسم الله. بعد ما ضفت الرز عنا هنا التبهير لرز الصيادية او رز السمك. عنا ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، زنجبيل باودر، ومعلقة صغيرة من الكاري. وراح نضيف التوابل او البهارات ويقلبها مع الرز والبصل. وهنا حبيباتي بعد ما غمرت الرز بالمية راح اتركه يغلي غلوتين، وبعد كده اهدي النار عليه يستوي زي اي رز اوريدي عادي. شوفوا البصلة كيف لونها البني الجولد. نعمل كفر السمك. عندنا هنا كوب من الطحين، راح اضيف عليه معلقة من النشا، وراح اقلب المحتويات كتير كويس. قطعة من السمك اللي بالصوص اللي احنا عملناه سوا، بسم الله الرحمن الرحيم، واغلفها كتير كويس بطبقة الطحين بالنشا بزيت غزير. حبيباتي انا هنا ضفت قطع السمك انه تتحمر من جميع الجهات لغاية لما يصير لونها ذهبي. وهاي رز الصيادية الخطير اللي بجنن. شوفوا بسم الله ما شاء الله. نضيفه بالسيرفيس. وهاي السمكات الحلوين راح نزينهم بالبقدونس، بسم الله الرحمن الرحيم. شهي وبيجنن. يلا ندوق السمك قديش كريسبي. شوفوا الصوت، شوفوا السمك قديش كريسبي وبيجنن. جنبه صوص الطحينة الاوريدي العادي، بنضيف له معلقتين من السويت تشيلي صوص الخاص للاسماك. بدي طعم كتير لذيذ مع الرز ونكهة كتير طيبة سوا مع بعض. يا رب يعجبكم وتجربوه. تحياتي لكم كتير، باي.